السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لوبيا ولحمة. هنجيب حوالي 300 جرام لوبيا ونص كيلو لحمة، هنقطعها قطع صغيرة عشان تستوي مع اللوبيا، لان هي كلها على بعضها كده ني في ني. وهنجيب حوالي 3 كوبايات عصير طماطم. دي اللوبيا نقعناها في مية سخنة ربع ساعة. ادي معلقة سمنة، وادي اللوبيا اللي احنا نقعينها حوالي ربع ساعة في مية سخنة. ودي دي صلصة من اللي احنا عاملينها على القناة متسبكة جاهزة، يعني حوالي 3 كوبايات طماطم لو انتي مش مسبكة. ودي بصلاية مفرومة وفلفل رومي مفروم و3 فصوص توم ومكعبين مرقة وكمون وفلفل اسود وكزبرة ونص معلقة ال3 بهارات. واللحمة لازم نقطعها قطع صغيرة، مش عايزة تقطعيها قطع صغيرة قوي كده، هتروحي سلقاها نص سليقة على النار في الشوربة عادي. بس انا بعمل اكل في الصيف كده سريع عشان ما يبقاش حامي علينا في الحر ده. دي رشة سكر، وبعد كده هتديها المية بقى وترفعيها على النار. خدت معايا ساعة وربع، ساعة ونص، حاجة زي كده يعني، بس ولا اي حاجة. وبعد كده لما دخلت في السوا قمت عملت بقى شوية رز بشعرية. ودي شكلها بعد ما خلصت. ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.